السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنحيي جميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد، في هذا الفيديو التعليمي والتوضيحي كيفاش أننا غادي نديرو الكونت ديالنا أو لا الحساب البنكي ديالنا في التطبيق ديالنا، كيفاش أننا نسجلو المعلومات ديال الحساب البنكي ديالنا في التطبيق ديال ماسينيتيس الخاص بنا. مرحبا بكم. حاولوا انكم تنشروا هذا المحتوى بواحد الشكل اللي هو واسع باش يوصل لجميع الفئات ديال المجتمع المغربي اللي كيتوفروا على ماسينيتيس. مرحبا بكم، وما تنسوش انكم تبارطاجيو بشكل اوسع هذا المحتوى. تبارك الله عليكم. وقناة الدبلوماسية الموازية مع إيكن كتحييكم. والسلام عليكم، ونبداو الفيديو ديالنا. غادي ندخلو للتطبيق ديالنا، تطبيق ماسينيسيس، ومن بعد ان شاء الله نتبع الخطوات التالية. كتطلع لنا هذه الواجهة فضاء المؤمن له، كنضغطو على الخانة اللي فيها فضاء المؤمن له. من بعد الضغط على فضاء المؤمن له كتطلع لنا هذه الصفحة، كنديرو رقم تسجيل الدخول في الخانة الأولى، ومن بعد كنديرو الكود ديالنا، ومن بعد كنديرو تأكيد، وكندخلو للحساب ديالنا وكنجيو للخانة الموالية اللي فيها بياناتي. غادي نضغطو على هاد الخانة هادي اللي في أسفل الشاشة ديال الهاتف ديالنا. غادي نضغطو على الخانة اللي فيها بياناتي اللي في أسفل الشاشة ديال الهاتف ديالنا. غادي يطلع لنا هاد البلاتفورم اللي فيها جوج خانات. غادي نضغطو على الخانة السفلى اللي فيها تغيير المعطيات المصرفية. من بعد كتطلع هاد الصفحة هادي اللي فيها معلومات مصرفية أسفل الشاشة ديال الهاتف ديالنا، كنكليكيو عليها بدورها حتى هي. من بعد الضغط على معلومات مصرفية كتطلع لنا مباشرة هاد الصفحة هادي، وكنتجهو ديريكت البلاصة الزرقاء، الخانة الزرقاء اللي فيها ستيلو، كنضغطو عليها كتطلع لنا صفحة واحدة أخرى اللي غادي إن شاء الله ندخلو من خلالها المعلومات الجديدة أو الرقم جديد ديال الكونت بونكير ديالنا، اللي خاصنا نكونو دقيقين في إعطاء جميع المعلومات أو جميع الأرقام اللي غادي ندخلوها في هاد الخانة. كما سبقت وقلت في في الصفحة اللي قبل من هادي اللي فيها مربع أزرق وركنا عليه وكتطلع لنا هاد الصفحة هادي. هاد الصفحة مهمة جدا. علاش؟ كتلاحظوا معايا هاد السهم الأحمر اللي كيتجه لهاد الخانة. هاديك الخانة غادي نكليكيو عليها، غادي ندخلو الأرقام ديالنا ديال الكود البنكي أو ديال الحساب البنكي ديالنا بكل دقة وعناية، ونكونوا حريصين في الارقام اللي كنحطوا. الارقام نكونوا حريصين في ادخال المعلومات البنكيه. فبالتالي غادي نتحرموا من التعويضات وكاع التعويضات اللي غادي تجي من خلال هاد الكونت بونكير ديالنا، غادي تمشي الكونت بونكير واحد اخر ديال شي حد اخر. فبالتالي لا بد اننا نكونوا مركزين مزيان بخصوص هاد العملية هادي ديال تسجيل الأرقام ديال الحساب البنكي ديالنا. إخواني الكرام، بعد ما كندخلو الأرقام ديالنا في نفس الصفحة اللي دخلنا فيها الكونت بونكير ديالنا، كنهبطو غير شي شوية كنلقاو هاد المربع الأخضر. المربع الأخضر كنكليكيو عليه. شنو كيقول لنا هاد المربع الاخضر؟ كلنا ملي كنفتحوا واحد الحساب في البنكه كيعطيونا الرقم ديال الحساب ديالنا، واحد لاتيستاسيون. غادي نسكانيوها في الهاتف ديالنا بالهاتف ديالنا، وغادي ندخلوها كملف PDF في التليفون ديالنا. ومن بعد غادي نوركو على هاد، كما قلت في السابق، غنوركو على هاد المربع الاخضر
غادي يطلع لينا هاد الواجهة اللي غادي تشوفوها، اللي غادي نختاروا من خلالها الملف اللي كيطلب لينا هاد المربع الاخضر. غير الاخوان بخصوص هاد العملية، كما قلت لكم من قبل اننا كنسكانيو الوثيقة اللي خدينا من البنكة، وكان يعني نحملوها على شكل PDF. ملي كنحملوها PDF كنخزنوها في الهاتف ديالنا، وهنايا كيطلبها لينا هذاك المربع الاخضر اللي كنقول لكم من قبل. من بعد كطلع لينا هاد الواجهه هذه من خلالها غادي نختاروا الملف ديالنا. يعني مثلا الملف ديالنا هو هذا اللي متجه ليه يعني هاد السهم الاحمر، كنضغطوا عليه وكيتحمل اوتوماتيكمون في هذيك الخانه اللي هي خانه خضراء، وكيتم تحميل الملف. وبعد انتهاء هذه العمليه هذه غيرنا الرقم ديالنا الحساب البنكي ديالنا، كنجيو لهذا المربع الصغير كنكليكيو عليه على اساس انه توقيع من طرفنا بكل المتغيرات اللي درنا في الحساب ديالنا وفي التطبيق ديالنا، وكنجيو نكليكيو على الخانه اللي فيها تاكيد في اخر العمليه. نبدا اننا نديرو تاكيد، يعني كنأكدوا جميع المعطيات اللي عطيناها في هذا التطبيق، والمعطيات اللي غيرناها، وكذلك المعطيات اللي ضفناها بخصوص هذه العملية ديال المعلومات المصرفية. إخواني، كنتمنى أن هذا الفيديو نال الإعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بجيم وبالبارتاج، وأنكم تشاركوا في القناة. قناة الدبلوماسية الموازية معي كتحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.